للدكتور فهد صالح الخنة. شكرا لك الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة الأخ الرئيس، العزاء يجب أن يتلقاه كل كويتي ولا نقدمه لأحد. وفاة الأمير جابر رحمة الله عليه هي وفاة لأب كل كويتي، وربما شعر كل الكويتيين بأن الحزن الذي خيم على البيوت بين شعور الكويتيين تجاه هذا الوالد، حتى على أطفالنا، حتى على أهلنا خيم الحزن لشعورهم بفقدانهم والد للكويتيين كلهم. لذلك احنا نتلقى العزاء بجابر، وان كنا نعزي الاسره الحاكمه الكريمه نقول لهم احنا نتلقى العزاء بجابر، لان جابر ابو الكويتيين كلهم رحمه الله عليه. من سبقني قال ولم يوفي ولا نكفي لذكر سمو الامير رحمه الله عليه. اثني على سمو الامير الوالد القائد الشيخ سعد العبد الله، رجل اللي وقف كالجبل في أحلك أزمة مرت عليها البلد، وهي أزمة الغزو العراقي أو احتلال العراق للكويت. وقف في وقت كان وقوفه وقوف الكويتيين خلفه. كذلك أتمنى التوفيق لسمو الأمير القادم بإذن الله الشيخ صباح الأحمد. الرئيس، ما تعيش فيه الكويت من أمن وأمان نعمة ربانية ينبغي أن تلاقى بالشكر من الله سبحانه وتعالى، بالاحتكام إلى شرعه والمحافظة على القيم والأخلاق. يقول جل وعلا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الرئيس، الكويت بحاجة في المستقبل وفي عهد جديد مع سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد إلى رئيس وزراء قادر مقتدر، وإلى حكومة مبادرة تأخذ البلد إلى التنمية، تأخذ البلد إلى الرفاهية للمواطنين، تأخذ البلد إلى الاستقرار. فهذا ما نتمناه إن شاء الله، بأن يكون هناك حكومة، رئيس وزراء وحكومة قوية ومجلس متعاون، ونأخذ هذا البلد إلى حيث الأمن والأمان والرفاهية. شكرا لك الرئيس.